السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض كرات البسكوت اللي احنا هنغطيه بطبقة كده من الشوكولاتة. بجد طعمه خطير، هيعجب الاولاد قوي، خاصة بقى لو عندك اي بسكوت بيزيد من المدارس ومش عارفة تعملي بيه ايه. هتكون الوصفة دي حلوة قوي وهتكون مناسبة لاولادنا ونقدر نديها لهم في اللانش بوكس بتاعهم، وكمان الكبار هيحبوها قوي. فزي ما انتوا شايفين كرات البسكوت طالعه خطيره. اول حاجه هنا معايا كوبايه من بسكوت، اي نوع بسكوت ساده تحبيه، هطحنها كده في الكبه او تدقيها باي حاجه بس تكون زي حبيبات الرمل. هنزل عليها باربع معالق كبار من الحليب المحلى المكثف، وهتفضلي تنزلي بالحليب كده لحد ما تديكي قوام تقدري تشكليه بالشكل ده كده، انك تقدري تعملي عجينه على شكل كوره، ولا هي طريه قوي ولا هي بتفرول معاكي. طيب ما عندكيش حليب محلى، تقدري تستبدليه بحبتين من الموز وتهرسيهم كويس، وهيدي نفس الغرض وهيكون حلو قوي. بعد ما خلصت بقى وعملتهم كلهم على شكل كور، معايا هنا اي نوع شوكولاته بتحبيها، انا بستخدم دريم او سما. هنجيب القارب اللي هو حوالي 200 ملي وهنزل عليه بمعلقه من الزيت وهدخله الميكرويف. وكمان عندي شوكولاته بيضه كده بس هما كانوا حوالي 4 قطع واستخدمتهم عشان نعمل بس بيهم الخطوط للتزيين، وممكن نستغنى عن الخطوه دي. بندخلها التلاجة حد بس متشد معايا شوية عشان ما تتفكش منك وانتي بتنزلي بيها في الشوكولاتة. وبعد كده بننزلها تاخد لون من كل الجوانب ونطلعها. حاولي كده انك تخبطي خبطتين بالشوكة عشان تطلعي كل الزيادات معاكي من الشوكولاتة، وعلى ورقة زبدة بقى عشان ما تلزقش معاكي وانتي بتنقليها. تقدري طبعا تضاعفي الكمية، انا عملتش بس غير هي كوباية من البسكوت، لكن انتي ممكن تقدري تضاعفي الكمية على حسب البسكوت المتوفر عندك. هنخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة، ولما بندخلها الفريزر او التلاجة شايفين مش بتفك معايا وبتحتفظ بنفس الشكل بتاعها، وهي لسه بقى طرية يعني، والشوكولاتة البني ما مسكتش معاكي جامد. بنعمل كده خطوط تعريجية عشوائية بأي شكل كده من الشوكولاتة البيضة عشان تديكي شكل، وممكن نعملها برضو بالشوكولاتة البني وممكن نسيبها كده مش محتاجة. ولو حابة تضيفي اي نوع مكسرات تكوني طحناها على الوش هتكون حلوة برضو معاكي. هسيبها بقى لحد ما تجف تماما، هتلاقي الشوكولاته نشفت معاكي ومش بتحتاج تلاجة، لان الجو اليومين دول بدأ يكون برد، فالشوكولاته لو نوعها كويس هتلاقيها تمسكت معاكي بسرعه ومحتاجتش ان هي تدخل تلاجة اصلا. هشيل بقى اي زيادات موجوده فيها وقدموها وان شاء الله هتعجب اولادكم. شايفين انا بمسكها في ايدي، لا الشوكولاته بتبصم ولا بتعلم على ايدي ومتماسكه، برغم اني ما دخلتهاش ولا تلاجة ولا فريزر. زي ما قلت لكم على حسب انتي بتكوني مسيحه الشوكولاته كويس معاكي وفي نفس الوقت بيكون نوعها كويس. شايفين لما فتحتها من جوه بجد شكلها خطير، وكمان طعمها حلو قوي، يعني طعمها بجد روعه، هيعجب الاولاد. طعم الحليب المكثف بجد بيخلي البسكوت في حته تانية. جربوها وان شاء الله تعجبكم، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.